فيديو النهاردة أنا هشيل القرية دي بالكامل عشان أحولها لقرية أسطورية، وفي كل حلقة هنبني بيت لحد ما نخلص القرية دي بالكامل. بس في حاجة مهمة، أنا دخلت تحدي مع شخص ونشوف مين أول واحد يوصل 500 مشترك، فأنا عارف إنكم قدها وهتوصلوني الأول. ويلا أسيبكم مع المقطع. في الحلقة اللي فاتت بنينا يا أصحابي البيت ده، والنهاردة هنشيل القرية دي بالكامل. طبعا عشان نشيلها محتاجين نصلح الأول البيكاكس اللي اتكسر ده، ونصلح البيكاكس. طبعا هتسألوني ليه ما رميتش ده وجبت البيكاكس ده. طبعا عشان البيكاكس ده يا أصحابي هعمل بيه السلك تاتش فورشن. ويلا نكسر القرية. بفكر يا أصحابي ما شيلش المزارع عشان شكلها هيبقى اسطوري قوي لو بنيت البيوت جنبيها، صح؟ اكتبوا لي كده في التعليقات. بعد ما شلت القرية يا اصحابي جه الوقت ان احنا نبني البيت. طبعا موارد البيت يا اصحابي شبه موارد البيت الاولاني اللي احنا بنيناه، فاسيبكم مع الفيديو. طبعا هو البيت هيبقى بالشكل ده يا اصحابي. طبعا لسه هظبط بالديرت المكان اللي تحتيه زي كده مثلا وبس. اسيبكم مع المقطع. طبعا بعد ما بنينا البيت يا اصحابي جه دلوقتي ان احنا نجمع البليز والعيون الاندرمان عشان نختم اللعبة. خليكم مع الفيديو. يلا بسم الله. واو واو واو، اهدوا شوية. طبعا يا اصحابي لازم نعمل البوابة واي بوينت. واو واو، انا جيت. كسر البوابة. تعال. طبعا عندي فكرة، ناخد اللافا اللي هنا نحط خشب من اللافا وبس يا اصحابي. طبعا انا مش معايا اي حاجة عشان اشغل بيها البوابة. يلا الخشب هيتحرق. اشتغلت نايس. يلا 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 نايس. جيز. نبدأ ندور على قلعة البليز. طبعا هتسألوني ازاي اجمع عيون الاندر بيرل بسرعة. هقول لكم دلوقتي. زي ما انتوا شايفين انا عملت 3 بلوكات اهو، ونحط القارب مثلا هنا. انا مثلا ابص في عين اي اندرمان. زي ما انتوا شايفين يا اصحابي الاندرمان ده متضايق وعايز يهجم عليا. زي ما انتوا شايفين هيجي دلوقتي هيتضرب لوحده. طبعا نعمل كده. دي اسهل طريقة تجمع بيها عيون اندر بيرل، وهفضل اعمل الحركة دي لحد ما ارجع لكم. جيز 16 حبة عين. جه دلوقتي ان احنا ندور على قلعة البليز. يلا بينا. شايفين البوصلة اللي في ايدي دي يا اصحابي؟ البوصلة دي بتعرفني اي بايوم او ستراكشر، زي كده الفورترس اللي هي قلعة البليز. طبعا المود ده اسطوري ومن دي ال، فانتوا لو عايزين هقولكوا اسمه في اول تعليق. ويلا نشوف بقى الفورترس فين. زي ما انتوا شايفين الفورترس في الاحداثيات دي. طبعا احنا نروح لها على طول وبس. اسيبكم مع المكتب. واخيرا لقينا القلعة. هنجمع بليز يا اصحابي واخيرا. ولو انت وصلت للنقطة دي فانت اكيد عجبك الفيديو، فياريت تحطلي لايك وسبسكرايب وكمل المقطع. طبعا دخلنا القلعة يا اصحابي وجمعت اول حبة بليز. واو، نخرج يا اصحابي. بعد كده يلا نخش. يلا جيز. كنت اخسر. جمعنا 6 حبات يا اصحابي نايس. يلا بينا نرجع البيت بسرعة. واخيرا رجعنا البيت. طب انت ليه كسرتها طيب؟ هنعمل نفس الحركة اللي احنا عملناها في الاول، ان احنا نحط الخشب والخشب بقى هو اللي يتصرف. يلا اخيرا. طبعا يا
اصحابي احنا دلوقتي في اليوم ال33 وهنبدأ نروح للإند. طبعا ننام الأول ونصحى في اليوم ال34. نايس. زي ما انتوا شايفين انا معايا الجاست الصغير دلوقتي يا اصحابي، وده لاني اتقيدت مع البيجلين فهو ادهوني، فطبعا هنخليه يكبر. نحطه هنا ونسيبه يكبر. طبعا نصنع بو عشان احنا هنحتاجه في قتل التنين. طبعا قبل ما نروح للإند محتاجين ان احنا نجهز نفسنا الاول من ناحية الدروع ومن ناحية تطويرات الالترا، وبرضو نطور شوية حاجاتنا عشان دي مش هتنفع خالص مع التنين. واسهل طريقة ان احنا نجيب كل ده هي التقايد مع الكروين، فيلا بينا نتقايد مع الكروين. شايفين كمية الشجر كان دي يا اصحابي؟ دي اللي هنعمل بيها صواريخ عشان نعرف نطير بالالترا. وطبعا محتاجين انبريكنج ومندنج عشان نبقى نصلحها وما تتكسرش واحنا رايحين. طبعا انا كنت حابس الكراوين، بفكر يا اصحابي احط فارم الايرون هنا حتى تكون قريبة شوية من القرية. زي ما انتوا شايفين القرية اهي، زي ما انتوا شايفين يا اصحابي. بعد ما بنينا الفارم جه دلوقتي ان احنا هل هي شغالة ولا لا، ونروح ننام عشان نصحى في اليوم ال35. زي ما انتوا شايفين يا صحابي الفرن شغالة كويس. ادي الايرون اهو، وزي ما انتوا شايفين كمية الكروين دول اللي كانوا في القرية اللي هناك. فطبعا هنتقايد معاهم عشان نجمع كمية ايميرالد محترمين. واسيبكم مع المقطع. زي ما انتوا شايفين جمعت كمية الخشب دي عشان نتقايد بيها مع الكروي. واللي ما يعرفش الكروي ده لو اتقايدت معاه بالاستكات هيديك ايميرالد، وده اللي احنا عايزينه لصالحنا. الايميرالد هيفيدنا في ان احنا نجمع تطويرات من الكرويين. ويلا نتقايد معاه. زي ما انتوا شايفين يا صحابي قعدت اتقايد مع الكرويين وجمعت 46 حبة ايميرالد. جه دلوقتي ان احنا هنتقايد بيهم مع الكرويين اللي هيبيعوا من دينج ومن بريكنج. بس طبعا الايميرالد ده ممكن ما يكفيش، فانا ممكن اجمع خشب تاني، بس طبعا مش هحطه في الفيديو عشان الفيديو ما يكونش طويل. واسيبكم مع المقطع. وقعدت اعمل الحركة دي لحد ما خلصت كل التطويرات اللي في اللعبة. وطبعا بعد ما تقايدنا مع الكروين يا اصحابي جبت اقوى الدروع واقوى الادوات. طبعا زي ما انتوا شايفين كل الدروع امبريكنج ميندنج كل التطويرات. وحرفيا كده ما فاضلش غير ان احنا نختم اللعبة. يعني التنين اصلا مش هيعرف يخسرنا ولا. فيلا بينا نروح عند التنين. تعالوا بقى خد كل الشجر كان ده او حبة منهم وناخد الجان باودر ونصنع بيهم الصواريخ. ويلا بينا نشوف هي هتروح فين. زي ما انتوا شايفين يا صحابي وانا بعدي لقيت فيليجر اوت بوست، فقلت لما اروح واخد منهم الباد وومن عشان نعمل فارم توتم. طبعا انتوا عارفين ان في البيد روك السترونج هولد تبقى دايما تحت القرى. اوه البوابة نايس. جيز اخيرا. نبدأ دلوقتي نفتح البوابة. يلا اخر واحدة اخيرا. جيز يا صحابي. يلا نخش. انا جاي لك يا تنين. يلا بسم الله. كسر كل الابراج. ده ايه ده؟ اول مره اشوف التنين فوق قوي كده. نعمل كده. الحمد لله على الفضل فولينج. كان هيخسرني. يلا تعالى. يلا فاضله تفة ويموت.
يلا تعالى. واو مات يا اصحابي، نايس. شفتوا يا اصحابي مات اصلا البنفسجي ده. واو نايس، جي جيز نايس. وختمنا اللعبة يا اصحابي. طبعا لسه هنجيب الالترا ونرجع على البيت بتاعنا. طبعا البيضة التنين. الله. واخيرا بيضة التنين يا اصحابي. طبعا احنا ختمنا اللعبة يا اصحابي في اليوم 40. وكده هنبدأ نجيب الالترا. نايس. واو. طبعا نعمل لها يا اصحابي واي بوينت عشان ما نضيعش طبعا بعد ما عملنا لها واي بوينت نبدأ نروح. نايس. التشيست ده هناخده بالسلك تاتش يا اصحابي، ونصنع اول شلكر لينا. نحط فيه الحاجات اللي احنا خدناها من الاند. واخيرا لقينا السفينة يا صحابي. بقالي 3 ساعات بحاول ادور عليها حرفيا، يعني انا اخيرا لقيتها. يلا تعالى ننزل بسرعة. يلا بسم الله ناخد البوشينات. واخيرا الالترا. يلا بسم الله. ونقول كده ان انا بقيت ARMN الحقيقي، وننزل نطير. نرجع على البيت. واخيرا رجعنا البيت يا صحابي بعد وقت طويل. نطلع يلا ننط. وبكده نكون ختمنا اللعبة يا أصحابي أخيرا. وبكده نقدر نقول إن احنا خلصنا الفيديو بتاعنا. وما تنسوش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.